السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء سرور. نزلت لكم صور المارشميلو وعجبكم، وقلت لكم ان شاء الله انا هعمل لكم طريقة في فيديو يكون سهل ومكوناته سهلة جدا ان شاء الله تقدري تعمليها حتى لو مالكيش خالص في الحلويات. اهم حاجة ان انت تتبعي بس المقادير واللي انا هقوله في الفيديو تسمعيه يعني باهتمام ان شاء الله علشان يطلع منك النتيجة مرضية بإذن الله زي ما انتوا شايفينها بتمط كده زي الجاهز المستورد بالظبط. طيب المكونات اللي عندنا، اهم مكون عندنا هو مكون الجيلاتين البودر. هنشتريه من عند العطار، في يعني ان شاء الله متوفر ده. هتجيبي بولة تكون بتستحمل الحرارة، هتحطي معلقة كبيرة حوالي 20 جرام جيلاتين بودر، عليهم ربع كوباية مية، وهقلبهم واسيبهم لغاية لما الجيلاتين يمتص ويبقى عامل شبه الاسفنج كده. معايا كوباية سكر عليها ربع كوباية مية، هقلبهم لغاية لما السكر يدوب شوية في المية، لان هي كمية السكر كتيرة على المية. بس اهم مكون برضو في المرحلة دي هو ملح الليمون، مهم جدا بحطه لما يبتدي السكر يدوب خالص ويبتدي يغلي. هحطه وارجعه تاني على النار واحطه يغلي لمدة 5 دقايق، ومهم جدا برضو تمام يغلي لمدة 5 دقايق بعد ما احط ملح الليمون ويكون السكر دايب تماما زي ما انتوا شايفين. هجيبه واحطه وهو سخن نازل من على النار على الجيلاتين وهقلبه. وهستخدم في المرحلة دي مضرب البيض، لازم مضرب البيض علشان نطلع القوام بتاع المارشميلو. هبتدي اضربه ومش هوقف خالص مضرب البيض، هو هيبتدي يبرد وهيبتدي اللون يتغير، اللون بيغمق يبتدي يرجع بقى يبتدي يفتح لغاية لما يوصل للون الابيض. وبرده هنا لازم نحط منكه، انا هنا استخدمت منكه الفراولة، انتي لو مش عندك مستخدمي عادي فانيليا عادي كيس او سائل تمام. وصلنا لمرحلة للضرب دي هتاخد منك في حدود مثلا 10 دقايق او ربع ساعة حسب قوة المضرب بتاعك. شايفين بقى القوام اللي انا عايزة اوصله؟ لما بنزل خيط الخيط ما بيتقطعش، الخيط لما بيفرش مع بعضه يعني متماسك تماما. هبتدي مرحلة الالوان ودي اختياري طبعا، بستخدم هنا الوان جل يا جماعة، مش الوان مية ولا الوان بودر ولا حاجة، هي الوان الجل، مش عندك ما تستخدمهاش يعني، دي اختياري وانا عاملاها يعني عشان برضو تشوفوا نبقى اقرب للجاهز. يعني هو الازازة ب10 جنيه مش غالية يعني، بتقعد كتير جدا. هنعمل الوان بقى اصفر ولبني وبينك بقى وابيض، برضو سبت جزء ابيض. مهم جدا برضو في المرحله دي ان احنا نقطع المارشميلو، وده لازم وما ينفعش من غيرها. نكون راشين على السطح اللي احنا هنقطع عليه نشا، لازم 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 النشا ده اساسي في عمل المارشميلو زي الجيلاتين بالظبط. النشا برضو اساسي في عمل المارشميلو. يبقى الثلاث مكونات اللي هو السكر، النشا، الجيلاتين، والميه طبعا معانا، وملح الليمون برضو علشان نسبة السكر كبيرة وهتسكر منك لو ما حطيتهوش، وده برضو هتلاقيه عند العطار. يعني ايه الخامات متوفرة. خلاص المرحلة التقطيع خلصت، ممكن تستخدمي كيس الحلواني زي ما انا استخدمت او اي كيس من غير حتى يعني اي ادوات. ممكن كمان علبة مربعة وتصبيها، يعني مش لازم تعمليها اسطواني كده زي ما انا عاملاها تمام. يعني اي امكانيات هتقدري تعمليها ان شاء الله. هترشي على سطحه زي ما انا بعمل كده نشا، ودي مهم جدا. وهتسيبيه ساعتين 3 وبعدين تقلبيه في النشا كده، وبرضه تسيبيه تاني ساعتين 3، يعني مش اقل من 6 ساعات ينشف. دي المرحلة عندي زي ما انتوا شايفين نشف تماما، وكله من جميع الجهات موجود فيه النشا. وهو كده قعد معايا 6 ساعات. شايفين ما شاء الله بيمط ازاي وجميل. هنستخدم في المرحلة دي المقص، وهكون برضو حطاه في النشا علشان اقصه ما يلزقش معايا. قصيه بقى بالشكل اللي يعجبك. يعني ما عايزه تسيبيه بقى مثلا بيبقى فيه زي شكل كده مصاصه دايره كده بالمارشميلو، ممكن تعمليها، بس هتعملي بقى الخطوط اللي هي اللي انا عاملاها دي تكون ارفع شويه عشان نقدر نحط 3 ورا بعض كده ونلفهم على بعض ونلفهم بمصاصه. يعني تعملي بقى اشكال مختلفه بتكون حلوه قوي قوي بالمارشميلو. وزي ما قلت ممكن تحطيه اصلا ما نقطعهوش اسطوانه كده ونحطه في علبة مربعة برضو تكون متبدرة بالنشا، ونسيبه خالص وبعد كده بنقطعه بالسكينة وهي برضو تكون محطوطة في النشا.
فباختياري عندِك، وطبعًا الألوان دي برضه ممكن تستغني عنها خالص، كلّه اختياري علشان بس أخلّص من النشا الزائد ب ب بانخله كلّه وكده خلاص المارشميلو جاهز عندي. منتهى الجمال، لذيذ أوي وسهل، وأتمنى يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم، ولو أي حاجة اكتبوها لي في التعليقات، ولو كنتم استفدتوا منه يا ريت تشيروه، وكمان تعملوا لايك، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنت معاكم شيماء سرور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.